يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني انا اسراء علاء. ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعل الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. عملت معاكم قبل كده البطاطا باللبن، هعملها معاكم النهارده بالبشاميل. ويا جماعه حوار، يعني بس زي ما انتم شايفين كده حوار بجد. طعمها يجنن، طعمها تحفه جدا جدا جدا. يعني مش عارفه اقول لكم ايه من حلاوتها بجد. يعني لازم تجربوها، لازم تجربوها. وطبعا الكميات عايزين تقللوا تزودوا، يعني ايه براحتكم يعني. شايفين بقى لونها ايه طبقة البشاميل اللي فوق او الكريمة اللي فوق، يعني يا لوحدها اصلا طعمها رهيب. طعم البطاطا حلو جدا يعني بجد. طبعا دلوقتي موسم البطاطا. البطاطا طول الشتاء تقريبا موجودة ولسه موجودة. الفيديو ده انا عاملاه من زمان برضو. آه طعمها بجد حلو، لازم تجربوها لازم. طيب انا دلوقتي معايا حله على النار. ايه ده؟ ايه ده؟ انا سلقتها. سلقت البطاطس تمام. حطيت مكعبين زبده كبار كده حلوين. فانيليا. وهي بقى ايه لسه سخنه كده، يعني دوب نسلقها وعلى طول. انا بحط السكر معاها، او لو مش عايزين تحطوا السكر معاها وانتوا بتسلقوها ممكن يعني بعد ما تتسلق تحطوا السكر يعني زي ما انتوا عايزين. عايزين تحطوا معاها قشطه تزودوها دسامه كده يعني برضو براحتكم يعني. بس طبعا يعني كفايه القشطه اللي احنا هنحطها في الكريمه فبس يعني هي كده حلوه قوي. سويتها كده بالسباتولا. وهنيجي هنا بقى للكريمه. لبن تقريبا ده كان اقل من كيلو. حطيت بقى معلقتين نشا كبار، معلقتين كريم شانتيه كبار، معلقتين لبن بودر كبار. الفانيليا المفروض انها تتحط في الاخر بس انا نسيت صراحه، بس عادي مش مشكله يعني. وبرده معلقتين سكر كبار، ما حبيتش ان انا ازود سكر قوي لان هي برده كان فيها سكر، او ما حبيتش ان هي تبقى مسكره قوي لان برده يعني ايه يعني على حسب الرغبه برده كل واحد بيبقى حابب الحاجه، اذا كانت مسكره قوي اذا كان سكرها مظبوط. تمام. قلبت الكلام ده كله الاول على البارد لحد ما كله داب في بعضه. بعدين بقى زي ما احنا بنعمل الكريم العادي بقى، فتحت النار لحد ما يعني بصوا قوامها كده، فضلت اقلب بقى لحد ما قوامها كده بدأ يمسك. في الاخر حطيت مكعب زبدة برضو. وبس صبتها بقى فوق. طبعا لو عايزين سمك الكريم اقل من كده برضو براحتكم، لو عايزين سمكها اكتر من كده برضو براحتكم. معلقه سكر بودر بقى ومصفى وعلى على وش الكريمه تديها كرمله حلوه قوي. طبعا مش لازم الفرن يبقى متسخن لان كده كده هما مستويين. فتحت الفرن فوق وتحت لحد ما خدت اللون القمر ده. يا جماعه بجد طعمها كان رهيب يعني. انا من هنا للسنه الجايه لو فضلت اقول لكم طعمها حلو يعني مش هتخلصوا مني. بس كده ده كان شكلها، تتاكل سخنه تتاكل ساقعه، يعني هي حلوه في جميع حالتها. يعني البطاطا اساسا يعني هي حلوه لوحدها. بس كده جربوها، قولوا لي رايكم فيها ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. واشوفكم على خير.